ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. انا حاسس ان انا عايش في جحيم مسفلاجي. عيالة خلتني اكره حياتي واتمنى الموت. ده معقول؟ بقى انت تعمل سيستم للبنك ده كله مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيا تقارير، بلغت عني الشباك مسفلاجي. بلغت عنك الامن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو انا مش فاهم. انا بعت البنك في سويسرا عايز اشتغل هناك، وهم ردوا عليا موافقين. هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله، تقوم تبلغ عنك؟ اما وليه ناقصه صحيح. انت اللي غلطان عشان ما ذبحتش القطه. انت لو كنت ذبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي والله. اهلا 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 دونيوسي. تشتي كافيه؟ לא, תודה. אתה מחפש מישהו? מצאתי אותו. רפי, מה שלומך יוסי? למה אתה יושב עם האש הזה? מי זה? רגע עטאללה? הוא ידידי. כלבי, אש זה יש הרבה דיבורים. ואני מייעץ לך שלא ישב איתו. למה? די שהוא מצרי וגם מוסלמי. تسمع يوسي، انا ماليش علاقه لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تسمع رفيق، أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالة أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك، جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله يخليك. مش ده يوسي كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى تكون كلته وانت بتشويه. انا ماليش دعوه، انا ما كنتش يعرف. هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير انا ما يشوفه. لو سمحت. هو حراي. لا، ما هفهم حضرتك. اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور، هيعمل ايه؟ يعني هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين.
תשמע רפי, אני כבר הזהרתי אותך הרבה פעמים, וזאת היא הבעם האחרונה שאני מדבר עמך. בבעם הבאה אנקוט נגדך צעדים לא טעימים. מה עשיתי, יצחק? אדון יצחק, לא יצחק. בוא אני המנהל. אל תשכח, מה עשיתי? רק בחודש הזה נעדרת מהעבודה 7 ימים. אפשר לדעת למה? הייתי חולה. أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط. القمار يا رافي، ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعا باتا في إسرائيل؟ انا ما بلعبش هنا. اي حاجه تانية ما حدش له عندي اي حاجه خالص. أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر، في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل. عارف يا رافي، لو الشباك أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه، شو ممكن يكون موقفه معك؟ اسمع ادون يتسحق، انا مش هستحمل منك اهانه بعد كده خالص. انا هستقيل، هسيب لك البنك واسيب لك اسرائيل كلها. هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده، وأنت مبتلي بهذا المرض. مشكلتك يا رافي أنت ويهود أوروبا الإشكنازيم، إنكم مفكرين أنفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه، وأنتم مجرد هياكل ما لكم قيمة. إحنا اللي شلنا البلد هاي. مخصوم منك 15 يوم، وهذا آخر إنذار. تفضل. للدرجة دي نسينا الخسة والوحشية بتاعتهم. نسينا أولادنا وأطفالنا وأهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزة وفلسطين. ده سوق الكرمل، كف الشيء تلاقيه هنا. لو عايز اي حاجه ابعت السواق يجيب لك اللي انت عايزه. يلا. أدر ناجي، ما شلونك؟ سلام وفادة، ما نسمع. بسيدر. وضبط الحاجه؟ كله جاهز. اسرع. خليه يحطها في العربيه. باميكونيك. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر. أنا آسف يا ناجي بيه، بس اسمح لي، هو الولد حط لك إيه في العربية؟ أنا شايف الموقف مريب شوية. لا ده شويه جمبري وصايه كده. كل القلق ده عشان شوية جمبري؟ في حاجات ممنوعه في اسرائيل، ممنوعه منعا باتا، زي الجمبري والكابوريا والقراميط. اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر، اللي هي الفلوس بتاعت السمك، تبقى محرمه حسب الشريعه اليهوديه. طب وحضرتك جبته إزاي؟ الفلوس تمشي اي حاجه. إيه تاني ممنوع في إسرائيل يا ناجي بيه؟ القمار، اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جنايه. قمار؟ حاجة غريبة أوي. ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله، انما ما يلعبوش مع بعض. الغاوي فيهم بيروح طابا يلعب هناك، او بيروح الشرم. في مراكب هناك خارج الحدود الاسرائيليه بيلعبوا فيها.
ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا. كليوباترا؟ صاحبه اسمه إيلي مزراحي، يهودي مصري، ابوه مدفون في اسكندريه، بس راجل مسخره. تعال تعال. عيني قلبي وعيني خلين علي واغلى منهم رضا اطلب عيني قلبي وعيني مستر ناجي. إيلي ازيك يا إيلي؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ تمام. جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا، لسه جاي دلوقتي طازه. اهلا وسهلا جمال بيه، اهلا وسهلا. اصل هو لسه ما خدش على الجو. إيلي مزراحي ده اسكندراني كان ساكن هو وعيلته في الماكس. دي صورة عيلته لما كانوا هناك، وامه مدفونه هناك في الماكس. انا كنت بحب مصر كتير. انا عشت في اسكندريه ايام حلوه اكتر من 50 سنه. انا كنت بحبه السيما، انا كنت بحبه ستيفان روستي، نجيب الريحاني، اسماعيل ياسين. كان ايام جميله. ايه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف ان كان في ممثل يهودي كوميدي كتير اهو اللي في الصوره ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش يعملتوا افلام جديده ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. انا احبه وهو يقول مونولوج. انا هروخ، لا ما تروخش، عاوز اروخ، ما تروخش. فين الفول، فين الطعميه، فين الفجل، فين الكرات. لو كان ده شرط البهوية يحيى العدس 10 مرات. الله يسلم عليك يا إيلي. مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع. ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. ما أنت عارف. يا راجل ما تقولش كده، عيب. الله، الراجل ده ضيفي وأنا عازمه على الغدا. ما تصغرنيش بقى قدامه. الاسكندرانية ما يعملوش كده يا مزراحي. أنا مستعد أقدم لك أي حاجة. أنا يعزم أنت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة. اسمع بقول لك، الراجل ده أول يوم له في تل قديم، معقول هأكله أكل من بتاعكم؟ دول شوية جمبري، ما فيهاش حاجة يعني، هتشوهم ونخلص. يلا. أكل كوشير يهودي يحرم أكل جمبري، ما أنت عارف. يبقى أكسر الطبق بعد ما ناكل وأنا هحاسبك عليه. عيب بقى. أوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراحي، كان زماننا كلنا. يلا. حاضر.